على بيت المتوفي؟ امال يعني مش سامع لا اصوات ولا سبعي ولا ضبعي؟ هو المرحوم كان فقير؟ دقه يبقى يستاهل. ما دام فقير وكحيان يبقى خساره فيه عدم المؤاخذه. اللي معاه قرش بيسوى قرش، واللي ما معاهش قرش اتفص عليه. عندك حق يا معلم، انت راجل عبقري فيلسوف. قول لي بقى، نعم، هو فين المتوفي؟ انا ايه؟ انا انت مستعطي حاجه يا سيدنا الافندي؟ انا المتوفي، انا المنتقل الى رحمته تعالى. انا عارف ان نمره 13 دي منيله على عينها. فانت الميت؟ ميت ازاي؟ وانت صلاه النبي اهو يعني زي الحصان. وانا يعني الميت ده لازم يكون جثه هامده؟ امال يعني جثه ناطقه؟ في ناس كتير يا معلمي محسوبين احياء وهم في الحقيقه اموات. واحد محروم من العطف والحنيه ده بيعتبر ميت. انسان ما شافش في الدنيا غير الجحود والنكران وعايش على هامش السيره برضه ميت. واحد ما بيخدمش وطنه يبقى برضه ميت. في اموات كتير قوي يا معلم بالشكل ده. ايوه، بس الحاجات دي مش تبعنا. انا ما اعرفش اشتغل في حاجه صاحيه. ما انا هموت بعدين. وبعت لي مقدمه ليه؟ اعمل لك بروفه. عندك اطيال؟ لا يا راجل لا. عندك سندات؟ لا. امال هتورثني ايه؟ فقرك الذكر. هتورث جميع محتوياتي من بدله، قميص، جزمه، شراب، كرافته وفانيلات. لا دي مفيش. في عندك هنا شويه كتب فلسفيه حلوه قوي مليانه حكم ومواعظ. انا ما اخدش اجرتي مواعظ، الدفع كاش موني. بس الف في الكتب. اقرا شوف. كان الغراب واقفا على شجر وكان في فمه قطعة جبن. عارف لكن انا مش عارفها. وكان الثعلب يمر من تحت الشجرة فرفع رأسه إلى فوق وقال: يا سيدي الغراب، لماذا تحرمنا من صوتك الحنون؟ أستحلفك بالله أن تغني وتطربني. ففرح الغراب بهذا المديح وفتح فمه ليغني، فسقطت قطعة الجبن على الأرض فأكلها الثعلب وقال: اعلم يا سيدي العزيز إن المتملق يعيش دائما على حساب من يتملقهم. بس الحكمة دي أحسن حكمة سمعتها في حياتي. كل متملق يعيش على حساب من يتملقه. يعني الواحد يمدح الناس عشان ينتفع منها، ينفخ في الصرصار يخليه جمل، ينفخ في النملة يخليه أسد. بس ده شيء واطي، شيء يخرب الذمة. لكن ما فيش مانع اعمل في الناس اللي عملوه فيه. المتملقين مش خربوا بيتي؟ ايوه. المنافقين مش شحتوني؟ ايوه. خلاص انا هعيش على 3 حاجات بس: نافق، امدح، امسح كوخ. معلم انا محتاج للسكرتير، تحب تتسكرتر عندي؟ ايه يا رئيس مجلس الصياعة؟
اقدرش اغير ذمتي. انت اكبر منافق في الدنيا. ازاي بقى؟ لما بتخش تشيل ميت وتلاقي اهل الميت بيعيطوا عليه، بتقعد انت تعيط وتقول لهم بقيه في حياتكم، يبقى دي من قلبك؟ اقول لك الحق ايه بقى؟ خلاص تبقى منافق. لما تقابل واحد صاحبك في العيد تقول له كل سنه وانت طيب، بتقولها له من قلبك؟ برضه لا. خلاص تبقى 60 منافق. اقول لك الشغل نايم اليومين دول. انا هجرب معاك اسبوع بس على شرط ما ادفعش حاجه من ايديك. وانا من جيبي. اتفقنا. استنى بقى ما اقول للواد ياخد العده. يا ولا يا حسنين خد العده يا ولد وامشي. من دلوقتي ضميري مش موجود، ذمتي جالها شلل. الصدق، الصراحة، الأمانة، الشجاعة نحطهم في صندوق ونقفل عليهم بقفل ونرميهم في البحر.